أقرأ عن سيدي وإمامي ورمزي الذي أفردت له مشروعا شعريا كاملا عبر سنوات بدأ ولن ينتهي، لأنه هو إنسان مستمر في الزمان، وما زلنا نستعيده سواء في الدول العربية أو في كل العالم. هو حاضر على مدى الكون كله. طبعا أقصد أبو العلاء المعري. رح نستمع إلى القصيدة، ولكن بدي لو سمحت لي يعني نتركها لفقرة الصورة، لأنه موجود على قائمة الصور، فنقرأها عند مشاهدتنا لصورة أبو العلاء المعري الافتراضية في فقرة الصورة. فلذلك سنستبدلها لو سمحت بقصيدة فقط. هذه القصيدة ستكون مؤجلة لأبو العلاء المعري. طيب سأقرأ إلى رمز آخر. أيضا بس ما يكون معنا على مائدة الصور كمان. لا، هو ليس على مائدة الصور، هو على مائدة القلوب والأرواح. إلى سيدنا يسوع، نبي المحبة عليه والسلام. عليه السلام، والذي نحن كمسلمون ومسيحيون وعلمانيون ومدنيون نرى فيه روح المحبة والسلام دائما. هذه القصيدة بقيت 5 سنوات ممنوعة عن النشر بسبب عنوانها. وأصريت أن نغير العنوان يا ياسر لننشرها، فلم أغير العنوان، وأخيرا نشرت بعنوانها يسوع. بذلت لهم بكر المودة والعمر، وكنت لهم كشفا، وكنت لهم سترا، ورفعتهم عن كل خلق يسوءهم، ولو كان فيهم لاختلقت لهم عذرا، وأسلمتهم روحي يسوقون ركبها، وإن أرهقوها لاستطعت بهم صبرا، ونصبتهم فوقي ملوكا أطعتهم، وفي حال ظلم ما عصيت لهم أمرا، وجنبتهم شكري وإن جدت بالنهى، وإن لم يجودوا لانحنيت لهم شكرا. كذا كنت مجموعا وما كنت واحدا، وما قدر الأنهار أن تشبه البحر. عناقيدي اللا مستطاعة تنحني، تراود كأس الأرض عن نفسه سرا، فيقطفها تدنو وتسري بضوئه، ويمتزج الكونان في قبلة حرة، وتنفرج الأسماء صرعى حروفها، فيائي ياسين وسيني كالمسرى، فطوبى لسوريا أتتني كتابها، فكنت نبيا رائعا يهتك الكفر، وكنت إذا ما زينت ماء صبحها، وإن أينعت زهرا، وإن أجدبت قطرا، وإن أشرقت تبرا يوشي شعاعها، وإن غربت أطلعت من يدي البدر، وإن تعبت أصبحت بوح أنينها، وإن طلبت قدمت من دمي المهر، ولو مت دون الذود عن سر حبها لعدت طويلا كي أموت بها أخرى. بي الأرض تحيا، من عظامي ترتدي قميص بهاء لا يباع ولا يشرى، فمن ينتمي ينمو، ومن خان طينه سيبحث عن جذر ولن يجد الجذر. عناقيده تفنى على حبل زيفها، فلا عنبا يؤتى ولا يعصر الخمر، ولا يشبه الأشجار حتى بموتها، فما واقف في الموت رمحا كمن أسرى، ولا فاسد يبني على الجوع كونه سيخلد في دفء ويقتلنا قرا. لقد سئمت صمت الصهيل خيولنا، وما عدت أخشى أن أجوع وأن أعرى لأجل بلادي، وانتصارا لأمتي سأجعل من صوتي لأقدامكم جسرا، وإن وضعوا سدا بوجه امتدادنا فلن تعجز الأنهار أن تبدع المجرى، فليس بلادي من يموت بها عدل،
وليس بلادي من أموت بها فقرا، ولكن بلادي من أموت بها حبا، وتحملني طفلا وأحملها دهرا، وتبدعني فصلا من الموج أخضرا كإيحاء عيسى، إذ بلادي هي العذراء. ويعرف أهلي أنني إذ جرحتهم فإني جرحت الليل كي أطلع الفجر. أصابع عيسى ما تزال طرية تذكر بالإحسان إن تنفع الذكرى. فيا رب أورثني الشقاء جميعه، وجنب قلوب الناس أن تحمل القهر، وخذني فداء للخطيئة كلها. ويا رب لا تحمل على أحد إصرا، فإن كنت أكفي فافتديهم بما أنا، وإن كنت لا أكفي فلن أجد العذرا. فما خلقت كفايا إلا لأفتدي بيمناي أمي، والخليقة باليسرى. في فقرة الصورة مجموعة من الصور نستعرضها بقلمك أستاذ ياسر، 4 شخصيات كما وعدنا. نبدأ مع صورة أبو العلاء المعري، وسنسمع أو شيء كلمة نثرية منك حول هذه الشخصية وثم القصيدة. أشكر الله وأشكرك أنك اخترت لي هذه الشخصية. نعم. يعني كما أسلفت، أبو العلاء المعري هو إمامي وهو إمام العقل. نعم. شخص إشكالي جدا، لكن لإشكاليته وأهميته في تاريخنا العربي وتقام له الكثير من المهرجانات، طبعا أهمها في مرقده في معرة النعمان، وتشرفت بأن كنت لسنوات نعم. ربما مديرا تنفيذيا لهذا المهرجان. نعم. الإسلامي يحاول أن يظهر أبا العلاء طبعا وبشكل نقدي. نعم. على أنه إسلامي بامتياز. نعم. وطبعا هذا يختلف حتى ما بين المذاهب. نعم. فمنهم من يقول بأنه كان سنيا راوية للحديث. نعم. وله حججه. نعم. ومنهم من يقول بأنه كان داعية فاطمية. نعم. وله حججه. ويعني الجميع يتقاتل نعم. على إرث هذا الرجل. نعم. ومنهم أيضا من يقول بأنه كان ملحدا. نعم. وأيضا يستدل فجميع الناس تتجاذب هذا الرجل الذي مضى أكثر من 1000 عام على موته. فانظر يا أخي كم ما زال حيا. نعم صحيح. كم ما زال حيا هذا الرجل. فلنرى كيف ستوثقه شعرا. طبعا كتبت له الكثير. سأختار بما أننا أيضا تحدثنا عن الثورة ونحن الآن في أتونها. نعم. سواء على الصعيد الشخصي أو الجمعي. نعم. طبعا القصيدة كتبت في العام 2005. نعم. 2005 يعني استشرافية. وهذا هو إن شاء الله تكون نعم. استشرافا. نعم. بعنوان ثورة المعري الجديد. نعم. ما بين كاف غير كافية ونون ولد الضحى في الليل مبيض العيون، أعمى يرى ما لا يرى، إذ أنه ما قد من طين ولكن من ظنون. للناس في صبواتهم شأن الهوى، وله بكنه الكون والدنيا شؤون. صلى بقدس الحرف سيد منبر، ووراءه الكلمات تسجد في سكون. ثم ارتقى حجب السماء وقال: من أنصار غفراني؟ فلبى المؤمنون. بردان كان ولا خديجة في الحمى، والباب تحرسه العمائم والمنون. سيقاتلونك دون دينك يا أبي، وسيقتلون العقل فيك ويفعلون. فالعقل دين لا يروق لمظلم، والحر لا يرضى به وطن السجون. رب البيوت النائمات على الطوى، إن هان بحر
غيم كفك لا يهون، ما زلت تنتظم النفوس سحائبا تهمي، فتحيي ما تيبس من غصون. أصل الكرامة ثابت، لكنهم سرقوا السماء ونظرة الأمل الحرون، قطفوا الأكف الطامحات إلى المدى، قالوا النجوم رجوم من لا يهتدون، سحقت حوافر خيلهم هاماتنا، فتباركت خيل الطغاة وتسحقون. يا أيها الورق المسافر في الخريف ولا يضيء، يا أيها الآتون من مدن ضباب، كذب اليباب، إن نحن سورنا الحناجر بالخناجر لن نموت، ولنا البيوت وما وراء العتم من فرح البيوت، ولنا بكرم الرفض رمان، وفي صبارة اللاءات توت. فامضوا إلى ركن عميق في الوطن، وتمسكوا بالسين، سوريا العظيمة سوف تبتكر العواصف، ثم تقتلع المحن. هلك الوثن والمتعبون لن يدفعوا للرعب بعد اليوم جزيته، ولا هم صاغرون. جميل جدا. شخصية أيضا كمان يعني تداولها الشعراء كثيرا، لا سيما طبعا الشعراء في سوريا، عرار. أيضا هو رمز، هو شاعر الأردن. نعم، هكذا يسمونه في الأردن. نعم. وأنا طبعا أثني على هذه التسمية، ولكن أراها خليلة جدا نعم. عليه. عرار شاعر كوني، شاعر صوفي، شاعر سياسي، شاعر مجنون. باختصار عرار شاعر منفلت لا يمكنك أن تقبض عليه. نعم. فما أن تظن أنك قبضت عليه في هذا النص حتى ينفلت منك ويهرب في مسارب أخرى، في نصوص أخرى، حلو. وفي مسارب حياتية أخرى. حياته بحد ذاتها نعم. إشكالية. عرار للأسف رحمه الله لم يعمر طويلا. نعم. ولد في 1899 وتوفي 1949، عاش 50 عاما نعم. فقط. لكن هذه 50 عام كانت كفيلة بأن توصل عرار إلى العالمية. نعم. أعتب تماما، بحب على المشهد الثقافي العربي أن عرار ليس مترجما إلى كافة لغات العالم. نعم. عرار يعني لو ترجم لأحدث نفس الضجة التي أحدثها أبو العلاء. وعلى فكرة، وليس من قبيل الصدفة، أعتقد أنك نصبت لي كمينا رائعا يا أستاذ وسام. أكثر الشعراء تناصا حياتيا وشعريا مع أبي العلاء المعري هو عرار. حتى يا سيدي طريقة البيت، أبو العلاء المعري ما زال بيته موجودا وقبره داخل بيته، وعرار ما زال بيته موجودا وقبره داخل بيته. ومركز أبو العلاء المعري بيته مركز ثقافي، وعرار بيت عرار هناك في يعني ما قبل الموت وفي الحياة وما بعد الموت، في تشابه في السيرة والمسيرة. هذان متشابهان. كمان ترجمته كمان في التشابه، حتى أنت يعني استعرضته شعرا طبعا، وهو أحد مشاريعي الشعرية الهامة. لكن هنا أريد أن أشكر حقيقة من بذل جهدا نقديا كبيرا في تسليط الضوء على عرار.